يتطلع الهولندي إيرين تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ضم اللاعب المغربي بلال الخنوس المحترف بجينيكا البلجيكي، حيث يسعى إلى تكوين جيل جديد من اللاعبين المواهب لحمل مشعل الفريق في المواسم المقبلة. واستنادا لما أورده الموقع الإخباري القريب من مانشستر يونايتد مانوت نيوز نقلا عن موقع HBVL البلجيكي، فإن نادي الشياطين الحمر الذي لطالما افتخر بضمه للاعبين الشباب المواهب سيراقب عن كثب اللاعب المغربي بلال الخنوس خلال مباراة فريقه جينيكا المقبلة. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن مانشستر يونايتد يريد خطف اللاعب المغربي سريعا، لأن هناك أندية عديدة أخرى مهتمة بالتعاقد مع لاعب المغربي على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي، وبروسيا دورتموند الألماني، وأياكس أمستردام الهولندي. ويعتبر بلال الخنوس من المواهب الكروية الصاعدة في أوروبا، لهذا حاول الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إقناعه باختيار اللاعب للشياطين الحمر والمشاركة في كأس العالم 2022، غير أنه اختار اللاعب للمنتخب المغربي. يذكر أن بلال الخنوس شارك مع المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة في النسخة السابعة للبطولة العربية التي أقيمت في مصر في الفترة الممتدة ما بين 20 يوليوز و6 غشت 2022، كما شارك مع المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وشارك في مباراة الترتيب أمام المنتخب الكرواتي. نجم المنتخب المغربي سفيان أمرابط قريب من هذا النادي الأوروبي الكبير. بات نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الأقرب لضم الدولي المغربي سفيان أمرابط خلال مرحلة الانتقال الشتوية الجارية. وأوضح موقع فوت ماركاتو أن حظوظ نادي ليفربول الإنجليزي باتت ضئيلة لضم سفيان أمرابط بسبب الرغبة الكبيرة لدييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد في ضم الدولي المغربي. وشدد المصدر نفسه على أن المدرب سيميوني يرى في أمرابط أسلوب لعب يتماشى مع طريقة لعب النادي الإسباني. وأضاف نفس المصدر ذاته القريب من نادي أتليتيكو أن القيمة التسويقية للاعب المغربي تصل حاليا إلى 50 مليون يورو. وكان المدرب سيميوني قد أبدى إعجابه الكبير بأمرابط خلال تألقه الكبير في كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب المغربي، وصرح لصحيفة ماركا الإسبانية بالقول: يعجبني أسلوب أمرابط في اللعب والقتالية التي يلعب بها هذا الفتى. تجدر الإشارة إلى أن تألق اللاعبين المغاربة في كأس العالم الأخيرة جعل كبار أندية العالم تسعى للتعاقد معهم.